كل مشكلة بتواجهك بعد الجواز بيبقى ليها خيط في الخطوبة. الفيديو ده مش هدفه خالص يبقى جادجمنت. انا بسمع بنات كتير بتفضل تقول انا بعد الجواز اكتشفت ان جوزي بخيل، اكتشفت ان اهل جوزي مثلا صعبين في التعامل، اكتشفت ان هو بخيل، رافض خالص ان اشتغل. لا، كل حاجة بيبقى ليها بداية، وتعالي اقولك ازاي. هاي يا بنات، ازيكم؟ موضوعنا النهاردة مهم جدا جدا. قبل ما ابدا اتكلم، انا مش بتكلم عن البنات بس، والكلام ده ينطبق على الولد والبنت، ومش معنى ان حد عنده عيب في الخطوبة انه شخص وحش. لكن الفكرة كلها ان الخطوبة فترة بنكتشف فيها بعض، والجواز غالبا مش عصاية سحرية هتغير الشخصية. فكل اللي حابة اقولهولك ان انتي تشوفي مشاكل مثلا الشخص اللي قدامك، وتشوفي انتي هتقدري تستمري معاها وتقدري تتأقلمي ولا لا. في مشاكل طبعا هنقدر نتأقلم معاها، وفي حاجات لا، لان مش كلنا كاملين اكيد. بس مثلا يعني انا بالنسبة لي البخل ده حاجة صعبة جدا. في ناس تانية شايفاه حرص، تقدري تتأقلمي معاه، بس المهم تبقي عارفة ان الشخص ده كده. ما تجيش تقولي انا اكتشفت بعد ما اتجوزت. وممكن تشيلي فكرة هيتغير بعد الجواز أو هي هتتغير بعد الجواز. أنا هعرفها هعلمها، لأن هي عاشت أكتر من 20 سنة بالعقلية دي وبالتفكير ده، فطبيعي مش هتتغير في سنة أو سنتين أو 5. تعالي أول حاجة نتكلم فيها عن البخل. لو من دلوقتي كل حاجة بينكم بالحساب، وكل خروجة بمشكلة، وكل حاجة نفسك فيها بيقولك دي ملهاش لازمة مثلا، ما تفترضيش ان بعد الجواز ده هيبقى كريم فجأة. الجواز فيه بيت ومسؤوليات وفواتير وأطفال، فلو البخل موجود من البداية المسؤوليات دي هتخليه أوضح وأصعب. تاني نقطة، عينه مثلا على البنات وتعليقاته كتير. لو طول الخطوبة بيقعد يعلق على شكل البنات اللي بتبقوا شايفينها في الشارع مثلا أو في أي مناسبة، ويقارنك بيها، أو بيحسسك إنك لازم تبقي أحسن من كل واحدة بتشوفيها مثلا، ما تقوليش بعد الجواز هيبطل. لأن المشكلة مش في الجواز، المشكلة في احترامه ليكي وحدوده مع غيرك. تالت نقطة، الأهل. ودي مشكلة شائعة جدا. لو انتي حاسة من الأول إن الأهل في حد منهم رافض، وبالذات الأب والأم، ما تحاوليش تدخلي بمشاكل من الأول. مثلا هتقولي الشخص كويس، بس الموضوع هيبقى صعب، لأن انتي هتناسبي عيلة مش هتناسبي راجل بس. كلامي هنا للولد والبنت، لازم أهلكم يبقوا موافقين، لأن الجوازة مش هتبقى متباركة. تاني حاجة، الجواز أصلا فيه مسؤوليات وشوية برضو مشاكل كده، فما تدخلوش الجواز بمشاكل. ما تبقوش انتوا عارفين ان الأهل مثلا مش موافقين، وكل مرة هتقابلوهم هيبقى تقيلة على قلبكم وتكملوا. اعملوا ستوب وانهوا العلاقة. مشكلة شائعة برضو، لو من الخطوبة كل قرار لازم مامته تبقى عارفة، وكل مشكلة بينكم بتتحكي لهم، وكل مرة يحصل خلاف يدخل حد يصلح بينكم، خدي بالك كويس قوي. لأن بعد الجواز المشاكل مش هتقل والمسؤوليات هتزيد جدا. والشخص اللي مش عارف يحط حدود صحية مع أهله وهو خاطب، ممكن يلاقي نفسه بعد الجواز مش متجوز شخص واحد، لا، هتبقي متجوزة عيلة كاملة. في كل قرار هتاخديها هتبقى العيلة كلها متدخلة فيه. رابع حاجة، الشغل والمسؤولية. لو هو من دلوقتي بيهرب من المسؤولية ومش ملتزم بكلامه معاكي، كل حاجة عنده بعدين ودايما حد تاني يشيل عنه، ما تقوليش الجواز هيخليه راجل مسؤول. ده غلط. المسؤولية عادة بتتدرب عليها، مش زرار بيتداس عليه. بس انا ما بقولش مثلا ان اي حد ما بيعملش اي حاجة في البيت قبل الجواز يبقى ده فاشل، لا. انا بتكلم على الشخص مثلا اللي مش بيحاول خالص، اللي حاطط ايده في المية الباردة بمعنى اصح يعني. خامس حاجة، النظافة الشخصية. ودي ناس كتير جدا بتتكسف تتكلم عنها. بس لو في الخطوبة انتي او انت شايف ان في اهمال واضح في النظافة، او الشخص مش مهتم بنفسه، او دايما مهمل في لبسه ونظافته وشكله العام، ما تفترضش ان بعد الجواز الموضوع هيختفي، بل هيزيد، لان المسؤوليات بتبقى زيادة. الجواز مهم جدا النظافة الشخصية فيه، لانك هتعيش مع شخص كل يوم، مش هتشوفه ساعتين في خروجه. سادس حاجة، العصبية وقت الخلاف. ودي من اخطر الحاجات. يعني مثلا لو خناقة بسيطة بينك انتي وهو، مش مستدعية انه يبقى فيه شتيمة وصوت عالي ونكسر حاجات ويقلل منك او يهددك بالانفصال كل شوية،
ما تقوليش هو عصبي بس شوية كده مثلا وبيهدى، لا. انا ما بقولش ان هو مثلا في الخناقات الكبيرة ما يتعصبش ويبقى منفعل. الحاجات اللي مستدعية وانت شايفاها بتستدعي كده تمام، لكن لو معاكي انت شخصيا الوقت كله بيعنفك، لا. ده كده زي احمد حاتم ما بيقول، ده ريد فلاج وتروحي على بيت ابوكي على طول. ده بجد حاجة صعبة. لو في المعاملة الشخصية دايما مش بيحترمك فتوقفي على طول. سابع نقطة، التحكم والغيرة. اول حاجة هقولها، انا بتكلم عن التحكم والغيرة، وما تلبسيش وما تخرجيش وما تكلميش ده وهاتي الباسورد ووريني الموبايل. مش بتكلم على الغيرة اللي بتبقى مثلا عادي، لا ده لبس قصير بلاش، ده مكان فيه زحمة لا ما تتعامليش مع ده، انا حاسس ان هو مش كويس. حاجات بسيطة، لكن مش الوقت كله بيبقى فيه خلاف على الموضوع ده. انتي ذكية وهتعرفي تفرقي بين الموضوع. في ناس بتسمي ده حب وغيرة، لا، في فرق كبير من الغيرة الطبيعية والتحكم. ولو السيطرة بدأت في الخطوبة ما تفترضيش ان هي هتختفي بعد الجواز، ارجوكي. بالعكس دي هتبقى زيادة. يعني خلي بالك، لان الموضوع ده بيأثر جدا فيما بعد. تامن نقطة، طريقة الاعتذار. مش مهم بس انه يغلط، كلنا بنغلط. المهم لما يغلط هل بيعترف، هل بيعتذر مثلا. انتوا الاتنين بتحاولوا تصلحوا ولا واحد بس اللي بيحاول يصلح؟ وهل في حد بيقلب فيكم الترابيزة ويخلي التاني هو السبب؟ عمره ما بيشوف نفسه غلطان. هيكون صعب جدا تعيشي معاه في خلافات الجواز. اخر حاجة هقولها وارجوكي ركزي فيها، ما تدخليش الجواز وانتي عندك مشروع اسمه هغيره، ولا تدخلي الجواز وانتي مستنية الطرف التاني يغيرك. اختاري الشخص اللي تقدري تعيشي مع شخصيته اللي موجودة دلوقتي، مش الشخصية اللي متخيلة انها تبقى موجودة بعد الجواز. اكبر غلطة يا بنات بنعملها لما نقول هو دلوقتي كده بس الجواز هيغيره، او هي دلوقتي كده بس لما تتجوز هتعقل. لا، الخطوبة مش فترة عشان نجمل العيوب، الخطوبة فترة عشان نشوف الحقيقة. والسؤال الاهم انك تسأليه مش هو هيتغير بعد الجواز، السؤال هو لو فضل زي ما هو بالظبط هل انا مستعدة اعيش معاه كده؟ لو الاجابة لا، طبعا انت عارفة هتعملي ايه. لازم تقفي وتفكري كويس قبل ما تكملي معاه. فكري دايما، لان صعب جدا البيئة اللي بتبقى مليانة مشاكل مش هتقدري تعيشي فيها. وما تدخليش بعقلية التغيير لو سمحت. ولو وصلت لغاية هنا ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس. و thank you for watching.